الا بغيتي يجيك الباستيشو بحال ديال لي سناكولي ريستو ضروري ما تسجلي عندك هذا الفيديو، راه كيجي معلك ولذيذ بزاف. خليكم معايا. بالنسبه ليا فهنا غادي نعملو بالصوصيص، ممكن تعملوا الكفته لدان فيمي، المهم اللي كتفضلوا. غادي نطيبها غير في الاير فراير، غادي نخليها طيب وغادي نوجد لاصوص اللي كتعلك لينا هذا الباستيشو هذا. هنا غادي نحتاجوا 200 ملل ديال الكريمه ديال الطبخ، انا كنخدم بهذه ديال اولا، راه كتعطي واحد القوام كريمي، واحد التعليكه غزاله لهذا الباستيشو هذا، والثمن ديالها غير 5 دراهم. صافي غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الفرماج غابي، شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، وغادي نعملها على النار مع التحريك المستمر حتى كيذوب لينا هذاك الفرماج. صافي بعد ما كتوصل هكذا للغليان وكيذوب الفرماج كنطفي عليها وكندوز ناخذ السوسيس ديالنا كيف كتشوفوا راني قطعته هنا. غادي نضيفوا عليها هذيك لاصوص وغادي نزيد واحد شويه ديال المكرونه، ممكن تعملوا حتى لي فريت حتى هو كيجي غزال في هذا الباستيشو هذا. صافي غادي نخلط كلشي مزيان حتى كينسجموا العناصر، وغادي نفرقوا هكذا في هاد الطويجنات هادو اللي كيدخلوا للفران. غادي نعمل من الفوق موزاريلا غابي وغادي ندخلوا للفران حتى كيطيب وكيتعلك وكيذوب لينا هذاك الفرماج، وكنقدموا بالصحه وراحه. كيجي واحد الباستيشو اللي لذيذ بزاف. جربوه وردوا عليا الخبر بالصحه وراحه.